كانت ليلى فوزي إحدى أجمل نجمات السينما المصرية في عصرها الذهبي، واشتهرت بلقب جميلة الجميلات لجمالها الهادئ وأدائها الراقي. ولدت في 3 أكتوبر سنة 1918 لأب مصري وأم تركية، مما منحها ملامح أوروبية ساحرة جعلتها محط أنظار المخرجين والمنتجين. دخلت عالم السينما وهي في سن صغيرة، وكان والدها تاجر أقمشة كبيراً وله علاقات برجال الفن، مما سهل دخولها المجال. أول أدوارها كان في فيلم مصنع الزوجات سنة 1941، ومع مرور الوقت أثبتت موهبتها وتنوعت أدوارها بين الفتاة الأرستقراطية والمرأة المغلوبة على أمرها، وأحياناً المرأة القوية المسيطرة. تزوجت 3 مرات، أشهرها زواجها من الفنان أنور وجدي الذي أحبها منذ أول لحظة رآها فيها، ولكنه لم يتمكن من الزواج منها إلا بعد طلاقه من ليلى مراد. دام زواجهما 6 أشهر فقط قبل أن يتوفى، وكانت وفاته صدمة كبيرة في حياتها. بعده تزوجت المذيعة جلال معوض، ولكن الزواج لم يدم طويلاً. ما لا نعرفه عن الفنانة ليلى فوزي رغم مكانتها الكبيرة في عالم الفن، هناك جوانب خفية في حياة ليلى فوزي قليلاً ما يتحدث عنها. كانت تجيد 3 لغات بالإضافة إلى اللغة العربية، كانت تجيد التركية والفرنسية بطلاقة، وذلك بسبب أصلها التركي وتعليمها الأوروبي في صغرها. جمالها كان سبباً في معاناتها، على الرغم من أن جمالها فتح لها أبواب الشهرة، فإنه كان سبباً في تعرضها لكبير الغيرة والمضايقات في الوسط الفني، وكانت تفضل أن يقيم أداؤها التمثيلي على مظهرها. رفضت أفلاماً عالمية عرض عليها أن تشارك في أفلام دولية في أوروبا، ولكنها رفضت لتمسكها بقيمها وببقائها في مصر بين جمهورها. لم تنجب أبناء، ولكنها كانت أماً للكثير، وعلى الرغم من أنها لم ترزق بأطفال، إلا أنها كانت ترعى أطفال أقاربها وتقدم لهم الدعم والحنان. كان لها دور خيري خفي، كانت تقدم المساعدات لبعض المساكين والأسر الفقيرة دون أن تعلن عن ذلك، وكانت تفضل أن تكون أعمالها الخيرية في الخفاء. موقفها من الفن بعد الاعتزال. بعد اعتزالها قالت في أحد الحوارات: الفن عالم جميل، ولكنه يأكل من عمرك وراحتك، وأنا الآن أبحث عن السكينة ورضا الله. فنانات كن يغرن من ليلى فوزي. تحية كاريوكا كانت تشعر بغيرة مهنية تجاه ليلى فوزي، خصوصاً في بداياتها، لأن ليلى دخلت السينما من باب الفخامة والأدوار الأرستقراطية، في وقت كانت فيه تحية تجاهد لإثبات نفسها من الطبقات الشعبية. راقية إبراهيم نظرت إلى ليلى فوزي كمنافسة خطيرة، خصوصاً في أدوار الرومانسية والفتاة الأرستقراطية، وهذا أدى إلى وجود توتر خفي في العلاقة بينهما. كاميليا كانت المقارنات الكثيرة بينها وبين ليلى فوزي تسبب لها انزعاجاً، فكلاهما كانت تمتلك الجمال والحضور، مما أثار غيرة صامتة في كواليس بعض الأعمال. هدى سلطان لم تكن الغيرة صريحة بل مهنية، فكانت تسعى لإثبات نفسها كفنانة مستقلة في ظل نجاح ليلى في دور السيدة الراقية التي تحترم من الجميع. آراء فنانات أخريات في ليلى فوزي. فاتن حمامة كانت سيدة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لا تبحث عن الشهرة بقدر ما كانت تحافظ على كرامتها. ماجدة الصباحي رقيها الإنساني يسبق جمالها الفني. نادية لطفي لم تكن صديقتي القريبة، لكنها كانت قدوة لنا في اختيار الأدوار ورفض الابتذال. سميرة أحمد علمتنا كيف تكون الفنانة راقية على الشاشة وفي الحياة. مواقف في حياتها. من المواقف المؤثرة أنها رفضت تقديم مشاهد الإغراء رغم جمالها، وكانت تختار أدوارها بعناية. بعد وفاة أنور وجدي أوصت أن تدفن إلى جانبه، لكن لم يتحقق ذلك. في حفل تكريم لها قالت: لم أندم يوماً على أي عمل قدمته، لكنني كنت أتمنى لو كان لدي أبناء يحملون اسمي. في آخر سنوات حياتها ابتعدت عن الفن تدريجياً، وعانت من المرض حيث أصيبت بمرض السرطان، وعلى الرغم من الألم كانت صابرة ومؤمنة بقضاء الله، ورفضت أن تظهر في الإعلام وهي متعبة. توفيت يوم 12 من يناير عام 2005 عن عمر ناهز 86 عاماً،
بعد رحلة طويلة من العطاء الفني والإنساني.